هانتي يا اختي، شوفي ما شاء الله النضاره اللي غادي تحصلي عليها. وانا يلا غسلت الوجه ديالي باقي فازك قدامكم. اللي شافتك يا اختي غادي تسولك على سر البياض ديالك بحبه واحده فقط ما شاء الله، اللي غادي ترجعك يا اختي بالله راه كتشعلي. شوفوا يا بنات ما شاء الله النضاره تبارك الرحمن، البشره ديالك غادي تولي خاليه من جميع المشاكل اللي كتعاني منها. شي حاجه ديال توب 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 كود كور ديالي البنات شاركتو معكم في هذا الفيديو، من افخم واروع الماسكات اللي غادي يعطيوك النضاره والتبييض من اول استعمال. غتهزي الوجه ديالك في المرايه غتقولي ما شاء الله اش هذا البياض تبارك الرحمن. فخليكم معايا ان شاء الله الاخر لا فيديو باش تشوفي ان شاء الله مكونات وطريقه التطبيق. سلام غاليات على قلبي، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخيرين وعلى خير ان شاء الله، فضلا وليس امرا منكم البنات. اللي كتشوف لا فيديو ديالي ديري اختك واحد لايك ديك البسمه اللي كاينه تحت من لا فيديو ديالها بحال هكا، واشتركي في القناه باش تنضمي للعائله ديالنا وتولي وحده منا، وفعلي داك الجرس اللي حداها صغيور باش اي فيديو ان شاء الله تحط في القناه يوصلك انت الاولى باذن الله. اليوم ان شاء الله البنات غادي نشارك معكم من افخم واروع الماسكات اللي عباره عن ماسك وتبريمه اللي غادي ترجعك يا اختي البشره ديالك ما شاء الله كتضوي ما شاء الله تبارك الرحمن. خصوصا السيدات اللي يلاه غادي يخرج لهم الكلف اللي جديد غادي تهني منه. البشره ديالك غادي تولي موحده صافيه. البنات اللي عندهم تسبغات، البقع الداكنه، السواد، اثار ديال الحبوب، الاثار ديال القميش، هاد التبريمه هذه اللي عباره عن تبريمه مواسك كلها فوائد ما شاء الله اللي غترجع لك بالخير للبشره ديالك. والنتيجه من اول استعمال كيف ما مولفاكم الحمد لله وشكر لله في جميع وصفاتي. فانا في جميع وصفاتي الحمد لله. فالبنات اي تبريمه ولا ماسك اللي كنقول لك من اول استعمال كوني اكيده انها غتعطيك النتيجه من اول استعمال. فرائعه وانتم عارفين البنات فاش كنقول رائعه على شي حاجه اللي بزاف فعرفوها بانها توب توب توب. فهاد الماسكه البنات كود كور ديالي، وعندي بزاف ديال الماسكات اللي كود كور ديالي اللي كنحمق عليهم، اللي فاش كتطبقيو في الوجه ديالك كتهزي وجهك في المرايه كتقولي ما شاء الله البشره ديالك كتوحد. يعني اي مشكل عندك في البشره ديالك غادي تخلصي منه ان شاء الله. فما غاديش نطول عليكم، خليكم مع مكونات الوصفه وطريقه التطبيق باش تطبقي ان شاء الله الماسك ويعطيك النتيجه من اول استعمال. خاصك تخليك معايا ان شاء الله حتى لاخر لا فيديو باش تشوفي الطريقه جد مهمه. فخليكم معايا. نبداو على بركة الله. نبداو كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أول مكون غادي نحتاجو إن شاء الله في الوصفة ديالنا اللي هو التمر. غادي نحتاجو 3 الحبات ديال التمر. من الأحسن أننا نختارو جودة اللي كتكون مزيانة، وهاد النوعية ديال التمر اللي كيكون شوية معسل يعني كيكون طايب بزاف. أنا هاد النوعية عندي هو النوعية ديال السكري، فهذا موجود البنات. غادي تاخدي 3 الحبات ديال التمر ما شاء الله غني بالفوائد اللي كثيره وعديده ولا تحصى ورائعه للبشره. كيقاوم مؤشرات الشيخوخه ديال البشره، كيحسن من مرونه البشره، وكيقاوم حب الشباب، كيغذي البشره، وايضا كيحارب جميع السواد والتسبغات، وكيحارب علامات تقدم في السن. فما شاء الله التمر البنات عنده واحد الفوائد اللي كثيره واحد القيم اللي غذائيه ما شاء الله، منها السكريات، البروتين، الالياف، كالسيوم، الحديد، منغنيز، الفوسفور، بوتاسيوم، الزنك الى اخره البنات. يعني فوائد لا تعد ولا تحصى، لا بالنسبه للجسم ديالنا ولا الشعر ولا البشره ديالنا. غادي نحاولوا اننا نمعكو بهذا الشكل هذا بالفورشيت بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. من بعد غادي نضيف عليه واحد الملعقه كبيره من الحليب يكون كامل الدسم. البنات اللي عندهم البشره دهنيه ممكن تعوضوا الحليب بماء الورد او ماء الارز او ماء الخيار او ماء المعدنوس، وما ديروش الحليب كامل الدسم. وغنحاولوا نخلطوا المكونات بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا حتى ينسجم ليا الحليب مع التمر. وغادي نزيد عليه ان شاء الله واحد المعلقه اللي غادي تكون كبيره من حليب بودره، اللي هو حليب مجفف اي نوعيه ديال الاطفال ولا اي نوعيه ماشي مشكل. الا ما عندكمش حليب مجفف ممكن تعوضوه بجبن مثلث او جبن مربع. المكون الموالي غناخذ ملعقه صغيره من النشا الذره، ممكن تعوضوها بدقيق الابيض او دقيق الحمص او دقيق الفول او دقيق العدس،
مهم اي دقيق عندكم في الدار ديالكم ممكن تستعملوه في هذه الوصفه. غير المكونات غير بجوج، غير التمر والحليب راه كافي الغرض ما شاء الله بالنسبه للبشره ديالنا. من بعد غادي نزيد واحد 2 معالق هذه تكون كبيره من الحليب، وغادي نخلط المكونات ديالي جيدا جيدا حتى نتحصل على واحد القوام اللي غادي يكون كريمي. غادي نخليه تقريبا واحد 5 ديال الدقائق بما المكونات نسجموا ليها مع بعضياتهم، وبما التمر اطلق في الحليب وطلق مع المكونات ونسجموا مع بعضياتهم. فالطريقه يا البنات جد مهمه، خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا طريقه التطبيق لان جد مهمه باش تعطيكم ان شاء الله النتيجه من اول استعمال. تهزي وجهك في المرايه تقولي تبارك الرحمن ما شاء الله اش هذا البياض. خليكم معايا. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا هذا هو الماسك ديالي ما شاء الله اللي عباره عن ماسك وتبريمه. اش غنقول لكم البنات، كود كور، هذا العشق البنات. اش غنقول لك، شي حاجه ديال الفخامه، شي حاجه ديال لا كلاس، هو هذا الماسك هذا اللي ما شاء الله كله مكونات اللي غترجع لك بالخير للبشره ديالك، وغادي يطبقوا جميع انواع البشره، بشره عاديه، البشره جافه، البشره الحساسه، اي نوعيه ديال البشره، وحتى البشره الدهنيه كذلك غادي يطبق هذا الماسك هذا. واعر البنات، خطير خطير خطير. بغيتكم تجربوه تجيو عندي لي كومونتير كيف العاده وتعطوني الراي ديالكم، فانا ان شاء الله ما جايبه لكم غير الجديد ان شاء الله. المهم بالنسبه لهذا الماسك والتبريمه باذن الله غادي تحتفظي به في الثلاجه لمده 3 ايام الى كثرتي حتى 4 ايام، يعني 4 ايام غتخليه في الثلاجه. مهم بالنسبه للبنات اللي عندهم مشاكل اللي خفيفه في البشره ديالهم غادي ديريها غير مره في الاسبوع حتى 2 مرات في الاسبوع. البنات اللي باغيين النتيجه اللي واعره بزاف غادي ديريه 3 ايام متتاليه، نهار تابع نهار، النهار الاول، النهار الثاني، النهار الثالث، واجي وتفكريني ورحمي لي اختي غير الوالدين، رحمه 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 ودعيوه ديال الخير لا يخطيكم عليا. المهم البنات دابا غادي نطبقوا ان شاء الله الماسك. اول حاجه طبقي هذا الماسك على بشره اللي نقيه، ما يكون فيها لا زيوت لا مكياج لا حتى شي حاجه، تكون خاليه يعني نقيه ما فيها حتى شي حاجه. البنات انا البشره ديالي ما دايره فيها لا فون دو طان لا كريم لا حتى شي حاجه من غير الغوج لافغ، وديره هاد لي فوسيل هادو ديال العيار اللي جاو لي ساهلين ان شاء الله. غادي نبارطاجي معكم الطريقه كيفاش لانه ساهلين وبساط وصافي البنات. هادشي اللي دايره، ما دايره لا فون دو طان لا حتى شي حاجه. المهم غادي نطبق ان شاء الله الماسك على الوجه ديالي، العنق ديالي غادي نخليه حتى نسالي لا فيديو ونتلاقاو باش نوريكم ان شاء الله طريقه التطبيق. كيف ما كتشوفوا هالنتيجه قدام عينيكم ما شاء الله. بشره اللي كتحصلي عليها البنات رجعوا لنا فيديو من الاول ورجعوا لدابا لهاد اللقطه هذه وشوفوا الفرق. انا بيضه البنات ولكن هذا الماسك راه كيعطيني تبييض اللي واعر. كنهز وجهي في المرايه كنقول ما شاء الله اش هذا البياض، تبارك الرحمن تبارك الرحمن، كنقول ما شاء الله اش هذا البياض. فاش غنقول لك غادي تشكروني وغادي ترحموا لي ان شاء الله. ما كاين غير الماسكات الواعره والطوب اللي غتعطيك النتيجه من اول استعمال. وهذا الماسك البنات الا بغيتي نتيجه اللي واو عندك العرس ديالك قريب او عندك شي عزومه او عندك شي مناسبه وبغيتي المكياج يطلع واو في البشره ديالك والفون دو تان يبان كانك دايره فلتر، فغادي تطبقي هذا الماسك قبل ما ديري المكياج ديالك ومن بعد غادي تصوبي المكياج ديالك واجي تشوفي كيفاش غادي تطلعي يا اختي بالله راه كتشعلي. البنات غندوزو المرحله ديال الترطيب اللي جد مهمه. غنشارك معكم واحد الكريم اللي بزاف ديال السيدات كيقول لي كوثر شاركي معنا شي كريم اللي كيكون رخيص وديال بنات الشاب وعنده ترطيب اللي زوين ورائع
ويكونوا في جميع المكونات اللي غادي تحتاج البشره ديالنا. لو ان البنات راه ديجا شاركتو معاكم في واحد لا فيديو قبل اللي هو هذا البنات ديال ناتور اي سوان كيف ما كتشوفوا. هذه غير هانتوما كيف ما كتشوفوا، هذا هيدرا سكين ديال ناتور اي سوان. هاد لا مارك البنات ناتور اي سوان راه معروفه، كاينه في لي بارافارماسي، كاينه في الصيدليه، معروفه البنات، يعني غنيه عن التعريف. بالنسبه لهاد الكريمه البنات غني بالحمض الهيلورونيك، غني بالاوريا، غني بالبروتينات ديال الصويا، غني بالفيتامين او. صراحه زوينه البنات، كيرطب وكيحافظ على البشره وللبشره العاديه والبشره الجافه. فانا يلا عاود خديته. الثمن ديالو البنات تقريبا يمكن شي 95 درهم كيف ما كتشوفوا. وصراحه الترطيب ديالو زوين كيف ما كتشوفوا، ها هو راه بهذا الشكل هذا. صافي كترطبي به البشره ديالك، ماشي بالضروره غتاخدي هذا الكريم هذا. فانا تنقولها لكم البنات، اي حاجه عندك رطبي بها اختي البشره ديالك، ماشي بالضروره عندك هذا الكريم هذا غتمشي تشريه وانت ما عندكش الفلوس باش تمشي ترطبي البشره ديالك. فانا غنشاركت معكم داكشي اللي كيسولوني عليه البنات، يعني حاجه اللي في متناول الجميع وعندها واحد زعما خصائص اللي زوينه للبشره ديالك وغتستافدي منها. فانتي اختي الا ما عندكش ديري غير زيت الزيتون ورطبي به البشره ديالك. عندك اي حاجه اختي، كريم كيف اللي شاركت معكم داك الكريم ديال نيفيا اللي كنا درنا فيه النيله، فانا راه ساليته غادي نعاود نصايب واحد لانه كنرطب به البشره ديالي بزاف في الليل يا البنات، وكنرطب به حتى الجسم ديالي كذلك. صافي البنات كيف ما كتشوفوا نرطب الوجه ديالي بهذا الشكل هذا وبصحه والراحه يا اختي، بصحتكم وراحتكم ان شاء الله. ما كاين غير توب 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 لكم يا احلى واغلى متتبعات. فما سخيتش بكم، غادي نقول لكم اللي بغات تواصل معايا مرحبا والف مرحبا بها، تواصل معايا ان شاء الله الانستغرام ديالي اللي كتشوف هنايا، وكذلك البنات سناب شات وتيك توك. سناب شات اللي كنشارك معكم كذلك يومياتي وكل شيء فيه. مرحبا بكم والف مرحبا بكم. واللي بغات تواصل معايا ان شاء الله على الانستغرام ديالي. تنكون وصلنا لاخر مرحله. ما سخيتش بكم، وغادي نقول لكم ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جاي.